النهارده هنعمل مع بعض شيش طاووق بصدور الفراخ والمايونيز والجبنه بطعم هيعجبكم قوي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناه. اول حاجه هنعملها، انا جايبه هنا كيلو من صدور الفراخ متقطع شرايح وممكن نص كيلو. هنبتدي ناخد كل شريحه ونقطعها، الشريحه الكبيره نقطعها على 3 والشريحه الصغيره نقطعها على 2. بعد كده هنبتدي نحط التوابل بتاعتنا. هنحط معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والزعتر والبابريكا والبصل بودره وفص من الثوم مهروسين و3 معالق من الجبنه البرمجان المبشوره و3 معالق من زيت الزيتون او الزيت العادي. هناخد كل المكونات دي ونقلبها كويس قوي مع بعض. بعد كده هنغطيها ونحطها في التلاجة من ساعة لساعتين، وكل ما تقعد وقت أطول أحسن عشان تاخد من طعم التوابل وطعم الجبنة. بعد ما طلعنا الفراخ من التلاجة هنجيب أعواد الشيش بعد ما حطيناها في مية ونشفناها. هنبتدي نحط شرايح الفراخ فيها بطريقة سهلة كأنها أخدة شكل الخياطة زي ما انتوا شايفين كده. هنحط في كل عود 3 شرايح عشان لما بتستوي حجمها بيقل معانا. ونوزع الشرايح على العود كله عشان السوا يوصل ليها، ونعمل كل الكمية بنفس الشكل ده. كده هنجهز الدريسنج بتاعنا اللي هنوزعه على الفراخ. هنجيب بوله هنضيف فيها معلقتين كبار من المايونيز، 3 معالق كبار من الجبنه البرمجان المبشوره، 3 معالق كبار من السمنه، معلقه من الزعتر، 3 معالق كبار من البقدونس متقطع قطع صغيره. هنقلبهم كويس قوي عشان كله يدوب في بعضه زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنجيب الجريل بتاعنا ونبتدي نحط فيه معلقتين من السمنه ونوزعهم كويس، واول ما يسخنوا معانا هنبتدي ننزل بعواد الشيش وهنهدي النار ونسيبهم يستووا لغايه لما ياخدوا لون ذهبي من ناحيتين. لما نلاقي الفراخ استوت معانا هنبتدي نوزع الدريسنج اللي احنا جهزناه. هيدي طعم حلو قوي للشيش ومختلف، وهتحبوا دايما تاكلوه بالطعم ده. هنوزع الدريسنج على الكميه كلها. بعد كده هنقلبها على الناحيه التانية ونوزعه يا دوبك يسخن حاجه بسيطه ونشيله من على النار عشان تبقى الفراخ محتفظه بطعم الدريسنج زي ما هو واضح ليكم بالظبط. وهنحطه في الطبق ونزينه، وبكده خلصت وصفتنا وهتعملوا احلى طبق شيش طاووق. جربوه وبالهنا والشفا.